إخواني أخواتي، أهلا ومرحبا بكم من جديد مع أخبار فريق الوداد الرياضي في المونديال. غادي بجمهور الوداد الرياضي على سعيد الناصري الذي لم يستغل مشاركة الفريق في المنافسات كأس العالم لجلب مستشهر جديد للفريق والاكتفاء بمستشهر واحد، وكذلك من كيفية تقديم قميص جديد للنادي الذي سيخوض به المنافسات. وحمل قميص شعار العائلة التي لها إشعاع عالمي، تصميمه رائع ومن إنتاج ودادي خالص. وسيخوض فريق الوداد الرياضي مباراة الهلال مكتمل الصفوف بعد عودة كل من بن عيادة وجونيور سامبو وزهير مترجي. الرهان سيكون عن اللاعبين وكذلك الجمهور. اللقاء سيجرى يوم السبت بحضور الجماهير الذي ستعطي طاقة إيجابية للاعبين. المهدي النفطي درس الهلال السعودي، فريق يلعب كرة هجومية وهذا مفتاح جيد للوداد، وأتمنى مشاركة زهير مترجي الذي سيعطي إضافة لجمهور الوداد. لاعب يجيد التسديد من خارج مربع العمليات والاختراقات، هذا ما افتقده الفريق منذ إصابته التي تعرض لها أمام المغرب التطواني. كان حاسم في العديد من المباريات الكبيرة، وإن لم يكن زهير مترجي جاهز فمحمد أناجم سيفي بالغرض. وهذه توقعاتي للتشكيلة الفريق أمام الهلال: رضا التقناوتي، بن عيادة، فرحان، عطية الله، جعدي، حسوني، حيمود، جبران، زهير مترجي، حميد أحداد. وإن لم يكن زهير مترجي جاهز سيكون أناجم مكانه. هذا كل ما لدينا، والسلام عليكم ورحمة الله.